لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من أجمل الآيات اللي ذكرت في القرآن الكريم. الآية دي بتأكد لك إن أنت أي محنة أنت فيها أو بلاء ربنا إداك القدرة إن أنت تتحمله. أسئلة كتير جات لي على الفيديوهات اللي فاتت، وخصوصا الفيديو اللي فات اللي اتكلمت فيه على إن ربنا مش ظالم، وإن البلاء اللي أنت بتمر بيه ده هو أحسن اختيار ليك، وهو مش مصيبة زي أنت ما متخيل. لأني دايما بشوف البلاء هو في ظاهره عذاب ولكن في باطنه الرحمة. في ناس كتير بيقولوا طب احنا مش قادرين نتحمله، مش قادرين يشوفوا إن قد إيه إن هو ده أحسن اختيار ليهم في الفترة دي. ساعتها أجي أقول لك إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا ما اداش أي إنسان بلاء أو حاجة صعبة في حياته إلا واداك القدرة إن أنت تتحملها. فكلمة أنا مش قادر أو إن الموضوع صعب عليا أو أنا خلاص طاقتي راحت، لأ، ده كله من عمل الشيطان، أوهام الشيطان بيوهمها لك إن أنت مش قادر عشان تبدأ تفكر في أفكار سلبية، أو إن أنت تلجأ إن أنت تبعد عن البلاء ده بشيء سلبي أو شيء غلط. فدايما حط في بالك إن أي بلاء أنت فيه ربنا اداك القدرة على تحمله، ودايما أنت عندك هدف هتقدر توصله بالبلاء ده، وهو ده اللي هيوصلك. فدايما لو أنت في بلاء فكر في حاجتين: الأولى إن ربنا مش ظالم، فبالتالي ربنا مش بيجيب حاجة وحشة، فبالتالي البلاء اللي أنا فيه ده هو أحسن اختيار لي الفترة دي. طيب أنا مش قادر أتحمله، لأ، دي فكرة من الشيطان. أنا أقدر أتحمل البلاء اللي أنا فيه وأقدر أتعامل معاه كويس جدا. إزاي؟ إيه دليلك؟ هقولك إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا مش هيديك بلاء إلا ومتأكد إن أنت تقدر تتحمله. هنا في مساحة نفسية بنقدم كل يوم محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الآخرين. فياريت تعمل فولو بالصفحة دي لو أنت مهتم تحسن علاقتك بالآخرين وتحسن علاقتك بنفسك وتطور من صحتك النفسية. وياريت تقترحوا عليا في الكومنتس على موضوعات جديدة ممكن نتكلم عنها. وأنا بقدم جلسات نفسية وكوتشنج وإرشاد زواجي وأسري لأي حد بيعاني من أي مشكلة يقدر يبعتها لي على رسائل الصفحة. وافتكر دايما في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.